لو كنت فاكر إنك عارف قصة حكاية لعبة علشان شفت الأفلام وإنت صغير، فأنت محتاج تراجع نفسك. ديزني وبيكسار زرعوا تفاصيل مرعبة ومأساوية في قلب بيت أندي، والنهاردة هنكشف شوية نظريات كده عن الفيلم ده، هنعرف من خلالها هوية مامة أندي الحقيقية، وليه والد أندي مش ظاهر في أي جزء من أجزاء الفيلم، وليه الديناصور ريكس بيعاني من صدمة عصبية. ويلا نبدأ. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه أندي لابس قبعة حمراء بخيط أبيض؟ معنى إن قبعة وودي اللي بيحبه جدا بنية ومختلفة تماما عنها. لو بصيت لقبعة أندي في الجزء الأول هتلاقيها نسخة طبق الأصل من قبعة جيسي، وفي الجزء التاني جيسي حكت لنا عن قصة صاحبتها إيميلي اللي رمتها بعد ما كبرت وانشغلت عنها. ولو ركزنا في المشهد اللي إيميلي بترمي فيه جيسي في الكرتونة هنلاقي نفس القبعة الحمراء بتاعت أندي بالظبط، ووقتها كانت محطوطة على سرير إيميلي واللي بتكون وقتها طفلة في الستينات. وبما إن إيميلي كانت طفلة في الستينات ففي التسعينات سنها يسمح جدا إنها تكون في سن مامة أندي بعد ما كبرت، وعشان كده النظرية بتقول إن مامة أندي هي إيميلي البنت